عقب انتهاء مباراة منوف وبروسيا ضمن مباراة الجولة الثامنة لدوري القسم الثالث مجموعة الثامنة مجموعة الشرقية والمنوفية، وفوز غالي وسمين لنادي منوف يمشي بخطى ثابتة واحدة واحدة مع شيبو وانضمام اسلام بيوم المدرب العام. يعني النهارده منوف بيقتنص 3 نقاط ليرتفع رصيده للنقطة 15 ليتواجد في المركز الثاني بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول نادي الشنواني. يسعدنا ويشرفنا طبعا لنا هذا اللقاء نجم الكبير كابتن عبد الحميد شبانة. مليون مبروك الفوز النهارده. حبيبي صبحي حبيبي عمر بوري الدنيا وشكرا عليها دايما. الحمد لله ده فضل ربنا وكرم ربنا يعني معانا الحمد لله. لعيبه رجاله وناس فني طبعا ضيف اسلام وكابتن علي، فالحمد لله يعني معانا دكتور شهاب ويوسف محمود. الحمد لله مجموعه بتحب بعض واللعيبه عايز تعمل حاجه والاداره بتحاول على قد ما تقدر توفر لنا كل حاجه، فهتلاقي في منظومه هناك. فالحمد لله يا رب بس يديمها نعمه ان شاء الله باذن الله، ويبقى دي البدايه لسه بدري قوي على الصعود والحاجات دي. احنا بناخد ماتش خطوه بخطوه وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. النهارده مباراه بروسيا، انا من وجهه نظري طبعا كمتابع للقاء ان المباراه عنق الزجاج. بروسيا جاي وعنده 12 نقطه، نفس الكلام منوف عنده نفس الرصيد 12 نقطه. مباراه فارقه، فاز بروسيا بقى في المركز الثاني، فاز منوف بقى في المركز الثاني. قلت ايه لعيبتك؟ وطبعا المحاضره قبل بدايه اللقاء طبعا خلال طوال الاسبوع اكيد في طبعا يعني مباراه كبيره النهارده. والله احنا بنتكلم في كل ماتش بماتشه ان احنا مزعلين جماهيرنا على ملعبنا بقالنا ماتشين، لاعبين 3 ماتشات احنا يعتبر مجمعين بره اكبر من جوه يعني، فاحنا لاعبين 3 ماتشات على ملعبنا كاسبين ماتش واحد ومتعادلين ماتشين يعني. فكل الناس عشان بس نعرف نحس بقيمه مكسب فقوس كان لازم نكسب النهارده. احنا لو كسبنا فقوس دي علينا النهارده وخسرنا ولا عملنا اي حاجه برضه. فالحمد لله كلامنا مع الناس والناس بصراحه متفاهمه جدا، الرجاله يعني متفاهمه وبدات خلاص يعني تعي او تفهم ان احنا لا احنا حاطين اسمنا وسط الناس، احنا المنافسه لسه بعيده والصعود لسه بعيد، بس انت بتحاول على قد ما تقدر تجتهد وترى من ربنا وفضله. طبعا يبقى في توفيق بيبان ان في نتائج، فالحمد لله على التوفيق قبل اي حاجه، والحمد لله يعني خطوه نحو ان احنا ننافس على الصعود ان شاء الله باذن الله يعني. طبعا شفنا العناصر الشابه، معظم الفريق من العناصر الشابه اللي عارف الكابتن عبد الحميد بيعتمد دايما على عناصر صغار السن. بنشوف عصفور، بنشوف هشام ابراهيم، بنشوف الصيني وغيرهم صابر واللي نزلوا كلك طبعا النهارده واللي شاركتهم في اللقاء. شايف تدوير كده في اللعيبه من خلال اللقاءات على مدار ال8 لقاءات او على مدار ال7 لقاءات؟ والله يا كابتن صبحي احنا على قد ما نقدر انا وكابتن احمد كان معانا كابتن ابراهيم الصحرب طبعا بالاضافه للجهاز السنه اللي فاتت والسنه دي، ان احنا متفقين ان السنه اللي فاتت احنا عاوزين نعمل فرقه بعد 3 سنين ننافس على الصعود ونصعد يعني ان شاء الله. فرقه صغيره في السن، لعيبه عايزه تعمل نفسها اسم، لعيبه على قد امكانياتنا عشان برضه احنا الصراحه مع بعض. كابتن احمد كان بيقول لك كذا مره احنا ماشيين اللي هو الجهود الذاتيه. يشرف كابتن احمد الصعود ومجلس الاداره بصراحه موفرين يعني 90% و100% من الحاجات اللي احنا طلبات الفرقه يعني. بس عشان تبقى فرقه منافسه على الصعود وكده محتاجه حاجات كتير قوي. فالحمد لله احنا من سنتين بنقعد نحافظ على اللعيبه اللي معانا، ممكن نبيع لعيب او 2 ونجيب منه مكانه 3 أو 4 برضه عندهم نفس الحافز اللي هو عندنا الهدف بتاعنا. فالحمد لله ربنا كرمنا وبيكرمنا السنه اللي فاتت والسنه دي بمجموعه لعيبه مميزه صغار في السن زي ما انت قلت، وعايزين يعملوا حاجه وعاوزين يسمعوا وعاوزين ينفذوا، فدي كلها بتصب في صالح الفرقه مجموعه وبصالح اي جهاز يعني. فالحمد لله على المجموعه اللي معانا زي ما قلنا في اول السنه ان مش بالعدد الكبير اللي ال 30 40 لعيب، معانا 20 18 لعيب كمان او 22 لعيب، بس كلهم لعيبه انت في كل ماتش 17 او 18 واحد بيلعب، الماتش اللي بعده كل الناس بتلعب. فالحمد لله دي ميزه، وبرده ان شاء الله باذن الله لو الدنيا ماشيه كده باذن الله نحاول باذن الله نلعب شهر واحد يعني. ان شاء الله. كابتن مليون مبروك وموفق ان شاء الله ومزيد من الانتصارات ان شاء الله. شكرا يا كابتن. معانا بقى طبعا النجم الكبير طبعا النجم بوريو كابتن اسلام بيومي مدرب العام لنادي منوف، ومن قبل مدرب عام لنادي جمهوريه شبين في القسم الثاني والمحترفين. كابتن اسلام بيومي الاول لاول مره على شاشه وصفحه مظاليم، منورنا الاول. حبيبي يا كابتن صبحي بشكرك طبعا على المقدمه الجميله ديت، والحمد لله يعني على ال3 بونت المباراه. وحابب اقول لك حاجه مهمه جدا، كابتن احمد ابو سعود من الناس اللي بتتعب معانا جدا، هو مجلس الاداره طبعا في حدود الامكانيات اللي موجوده دي، لا هو بطل. طبعا انضمامك للجهاز فوز من اول البدايه، فوز خارج الديار وعلى مين المتصدر. اول فريق اللي كان جامح وطامح مركز شباب فقوس بتعودوا بانتصار 3-2 نتيجه يعني لاول مره فريق منوف خارج الديار
الاخر بيقدر يكسب بنتيجه دي. شايف طبعا وجودك في منوف اسم كبير زي شبين زي سيرس زي غزل شبين، اكيد الاختيار كان من بدري واقع العين على الكابتن اسلام بيومي بدري، واحنا عارفين الكلام ده، وكان قريب جدا من الجهاز وقريب جدا من الكابتن عبد شبانه. تجربتك مع نادي منوف؟ بص احنا لو هنتكلم على الماتشات يعني فكره ان انت تبقى موجود في منوف دي الاول دي حاجه كبيره ليا طبعا، وطبعا منوف اضافه لاي حد سواء هي او غزل شبين او سيرس، دي من الناس اللي بتيجي بعد النادي الجمهوريه على طول، وده طبعا بيبقى شرف ليك ان انت تخوض التجربه وتشتغل في الدوري دوت، سواء انت لعبته قبل كده كلاعب او مدرب، فدي حاجه طبعا تشرفني ان انا ابقى موجود هنا، ودعم ليا ان انا ابقى موجود هنا طبعا الكابتن محمد السعود والجهاز الفني كله ومجلس الإدارة. كابتن اسلام، النهارده مباراه بروسيا ومباراه طبعا صعبه، فريق عنده 12 بونت وانت عندك 12 بونت داخل تنافس، ممكن النهارده لا قدر الله الهزيمه كانت ترجعك مركزين بعد فوز سيرس، وممكن يكون فوز فقوس الشنواني بيكسب في اخر دقيقه على فريق الرواد. النهارده الفرق اصبح 4 نقاط ولكنك في المركز الثاني والمهمه تمت بنجاح. شايف اللقاء ازاي من وجهه نظرك وتعليماتك؟ شايف واقف على الخط من اول البدايه بتحفز اللعيبه، اللي بيغلط بتشد من ازره. شايف المباراه كمجمل اللقاء بالكامل؟ بص احنا بدايه من الماتش اللي فات احنا بنحاول نجتهد على قد ما نقدر، تمام، في حدود برضو الامكانيات اللي موجوده. انت عندك الفرقه معدل الاعمار بتاعتها ممكن يكون مثلا 22 23 سنه، وده طبعا اللي انت عارف ان الدوري ده بيبقى محتاج خبرات. بنحاول نشتغل على قد ما نقدر. انت يعني هتكلم على الماتش اللي فات قبل ده، انت كنت طالع تلعب بشباب فقوس والماتش ده ب6 بونت، انت كان عندك 9 بونت وهو كان 13 وهو ما ريحش، فكان مهم جدا ان انت تلعب على ال3 بونت هناك عشان خاطر لو انت عايز تستكمل سلسله ان انت تبقى موجود في حته كويسه، خصوصا ان احنا في ملعبنا هنا الفتره الاخيره دي تعادلنا ماتشين على ملعبنا، اللي هو كان ماتش غزل شبين ماتش 100 خلف، فطبعا انت ان انت تجيب ضدنات من هنا الموضوع بيبقى صعب شويه، تمام. تكمله الماتش بتاع شباب فقوس هو الماتش بتاع النهارده 12-12 بتلعب فرقه معاك في البونت ولسه برضه هيطلع باي، فطبعا الماتش ب6 بونت. ده اللي احنا كلمنا فيه اللعيبه انا وكابتن حميد من اول الاسبوع، وكان معانا طبعا كابتن علي انضم في الجهاز، معانا كابتن حمد السعود، دكتور شهاب وجهازه المعاون الطبي، فاتكلمنا الماتش اللي فات على اساس ان انت عندك فرقه طالعه باي فالماتش ب6 بونت. النهارده برضو فرقه لسه ما طلعتش باي بتاع بروسيا ماتش ب6 بونت، فيفرق معاك ان انت تاخد ده وتاخد ده. تكملته بقى ان شاء الله باذن الله احنا ماشيين خطوه بخطوه زي ما قال لك، احنا ماشيين واحده واحده وبرضه في حدود الامكانيات اللي موجوده. انت برضه ما يعني الكابتن حميد اتكلم في نقطه مهمه ان انت ما بتتكلمش في 30 40 لعيب، احنا بنتحرك في حدود. يعني انت النهارده الماتش اللي فات كان غايب عنك دق، كان غايب عنك حد كمان، الماتش دوت انت موجود معاك احمد عثمان، الاعمده الرئيسيه في الفرقه مش موجود، فكون ان انت بتحاول تحقق. واحنا النهارده والماتش اللي فات على فكره مش افضل حاجه، بس كون ان انت تمشي بمعدل الاعمار دي وتمشي كده كويس، لا نبارك للجهاز والمجلس الاداره وللجمهور طبعا اللي كان موجود النهارده، حاجه محترمه، ويا رب دايما نفرحهم على طول ان شاء الله. كابتن اسلام دايما موفق، وان شاء الله يبقى لنا اكتر من لقاء وانتصارات دايما، وانت اسم كبير وخبره كبيره ان شاء الله، ويكون اضافه قويه ان شاء الله باذن الله زي ما انت كنت اضافه لجمهوريه شبين. شكرا لك كابتن اسلام على هذا اللقاء. شكرا لك يا كابتن. ده كان لقاءنا مع كابتن اسلام بيومي بوريو عقب فوز منوف على فريق بروسيا مصر. كنا هنا من ملعب مركز شباب منوف، ولقاء منوف وبروسيا مصر ضمن مباراة الجولة الثامنة لدوري القسم الثالث. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.